مرحبا بكم في قصة الرعب البيت الملعون. أهلا ومرحبا بكم مع قصة جديدة. قصة الرعب البيت الملعون. في قرية صغيرة على أطراف المدينة كان في بيت قديم مهجور. الناس كلها كانت بتسميه البيت الملعون. محدش كان بيقرب منه لا بالليل ولا بالنهار. كانوا دايما بيسمعوا منه أصوات غريبة، كراسي بتتحرك، شبابيك بتخبط، وصوت حد بيضحك بصوت واطي. أهلا بكم بداية اللعنة. من سنين طويلة كانت عايشة في البيت ده ست اسمها نعيمة. كانت دايما لوحديها، محدش يعرف عنها كتير، لحد ما في ليلة من الليالي اتسمع منها صريخ مرة. بعدها اختفت. من يومها حصلت حاجات مش طبيعية. اللي يعدي قدام البيت يحس حد بيتنفس ورا ظهره، اللمبات في الشوارع تطفي لوحدها، وباب الخشب القديم يفتح ويقفل من غير هوا. الأبطال في يوم من الأيام 3 أصحاب كريم سيف مازن قرروا يدخلوا البيت عشان يثبتوا إن مفيش حاجة اسمها جن ولا عفريت. وصلوا قدام باب البيت لو مفتوح. كان البيت بيقول لهم اتفضلوا مستنيكم. جوه البيت أول ما تدخلوا الباب اتقفل لوحده. الجو بقى تقيل، الريحة بقت زي حاجة محروقة. مازن قال يا جدعان أنا سامع حد بيعمل. فجأة ظهرت الحيطان كتابة والدم. ارجعوا قبل ما يفوت الأوان. ظهور نايمة، اللمبة خافت والحرارة نزلت بشكل مرة، وظهرت قدامهم ست لابسة أسود، جسمها نحيف ووشها مش باين. قالت بصوت مخنوق ليه جيتوا البيت ده؟ مش فاضي. فجأة وشها ظهر مشقوق من النص، عينيها سودا زي الفحم. كريم وقع من الخوف وسيف اتجاب من مكانه، ومازن حاول يجري لكن رجله اتسمرت. النجدة قبل ما نعيمة تهجم عليهم سمعوا صوت أذان من بعيد. فجأة الباب اتفتح لوحده. جريوا برا البيت بسرعة وعندهم. من يومها محدش في القرية قدر يقرب من البيت تاني. لكن كل ليلة الناس بتسمع صوت نعيمة وهي تقول لسه مستنية حد يكمل اللعبة. من هنا نستناكم مع حلقات الجزء التاني من مسلسل البيت الملعون.